قررت ارجع بالذكريات والعب العاب البي اس بي القديمه. فاول حاجه عملتها ان انا ادور على جهاز البي اس بي من الاساس، واول حاجه شفتها كان مكتوب 200 جنيه. فقلت والله السعر ده حلو جدا، بس احس كده ان في حاجه غلط، اصل مستحيل يعني هو 200 جنيه ده لو جهاز كان مضروب ما كان هيبقى كده. وابص بقى واقرا كويس ويطلع في الاخر ان ده سكرين بروتكتور. فتخيل معايا كده انا لو كنت جبته وكنت دفعت فلوسه، انت متخيل؟ وبعدها بقى رحت ادور تاني ولقيت سعر الجهاز سعر فلكي 31,000 جنيه. يا جدع هو ده الظالم اللي ب30,000؟ ده الظالم اللي ب30,000 يا جدع؟ ازاي يا جدع؟ الظالم ده اللي منظره قذر ده ب30,000 يا جدع؟ فقلت اكيد في غلط في سعر الموقع، وبالفعل لقيت بقى بعديها الجهاز ده اكتشفت ان هو اصلا ب 2000 و1000 جنيه يعني. فقشطه. ايه يا عم بقى يا عم وجع البطن ده؟ طب ما هو يا عم ب 2000 و1000 و1800. طب ما في اهو حاجات اهو بسعر رخيص اهو. ودول على فكره دول مش قطع غيار، لا فكك من ده غير مضمون خالص. ده انا بتكلم على الاتنين دول. دول اجهزه بجد. ده حتى هو دخلني بصوا، دول اجهزه بجد. شايفينهم عاملين ازاي؟ دي بجد اجهزه يعني، دي اجهزه بنت ناس يعني، مش اي كلام. بس بصراحه بيني وما بينها كده انا برضو مش هشتريه يعني، ما كنتش هدفع مثلا 2000 جنيه على الجهاز ده يعني. فاضطريت بقى ان انا احمل تطبيق اسمه BBSSBB، واكتشفت ان التطبيق ده عمل طفوله ناس كتير اعرفهم، بس بصراحه انا مش منهم يعني، عشان انا عمري ما جربت اصلا التطبيق ده ولا فتحته اصلا. فلما دخلت على التطبيق ما فهمتش انا المفروض اعمل ايه، فدخلت على اليوتيوب وكتبت How to play games in BSB. بس خلوني كده اقول لكم قبل ما اكمل الفيديو ليه اصلا انا عملت الفيديو ده. اللي حصل انا كنت بقلب عادي جدا على اليوتيوب، فجاه لقيت لعبه ريد ديد ريديمشن نزلت على الموبايل. فلما دخلت على جوجل بلاي افتحها لقيت ان هو مكتوب الجهاز ده غير مدعوم. فقررت ان انا ادور على طريقه اشغل بيها اللعبه. فبعد ما انا حملت اللعبه دخلت على اللعبه، هي حرفيا اشتغلت 2 فريم بالظبط. فرحت سألت شات جي بي تي ايه الحل، فما فادنيش. عملت الحل اللي هو قال لي عليه وما حصلش اي حاجه. بس لقيته بقى بيقول لي بقى ايه، تقدر تلعب لعبه ريد ديد ريديمشن بجلاله قدرها على البي اس بي، مش على البي اس بي ذات نفسه، لا على التطبيق اللي اسمه BBSSBB. ولما انا دورت اكتشفت اصلا ان مستحيل ان انا اشغل لعبه ريد ديد ريديمشن على البي اس بي يعني. فشكرا شات جي بي تي يعني، حتى شات جي بي تي بقى بيكذب. وكده انا قررت ان انا الغي الفيديو. فبعد ما انا لغيت فكره الفيديو ده قلت طب ليه بقى ما العبش مثلا العاب البي اس بي؟ فقلت يلا ما فيهاش مشكله، ودخلت بقى على تطبيق BBSSB ده وحرفيا ما فهمتش اي حاجه. فقمت كاتب على اليوتيوب How to play BSB games، وعرفت بقى ان انا المفروض احمل اللعبه وبعدين احطها على التطبيق، وعملت كده. وبدات بقى هنا الاستمتاع الحقيقي. واول لعبه جربتها وهي لعبه سبايدر مان ويب اوف شادوز، ومش دي، لا هي دي بصراحه يعني. واللعبه ما كانش فيها عالم مفتوح، ويعني كانت بكاميرا كانها على منظور 2D. فالوضع بصراحه يعني كان مريخم شويه، فجالي احباط. فرحت اسال شات جي بي تي هو في العاب عالم مفتوح اقدر العبها على BBSSB؟ فشات جي بي تي الزباله المشكور ليه راح قال لي لا طبعا ما ينفعش تلعب العاب عالم مفتوح على BBSSB. وجالي بصراحه شعور من الاحباط. بس وانا بقلب لقيت لعبه GTA ليبرتي سيتي ستوريز. قلت ثانيه واحده بس، هي اللعبه دي اصلا مش عالم مفتوح يعني؟ فلما دخلت وحملتها لقيتها ان هي عالم مفتوح عاديه جدا زي اي لعبه GTA. وده الشعور بتاعي وقتها. فضلت بقى اقلب كده شويه بقى في اللعبه دي واروح اعمل مهمات، وبصراحه اتبسطت يعني. وبعديها قفلتها وقررت ان انا احمل لعبه بنتن التيميت الين. اللعبه فعلا حلوه يعني، انا اتبسطت بيها وعرفت ان في ناس كتير قوي كانوا بيلعبوها. وكنت بلعبها اول ما شافني صاحبي قام ناتش مني الموبايل عادي جدا كده، وفضل يلعبها ويقول لي يا انت لسه في الليفل الاول؟ ده انا ختمتها يا ابني 3 مرات، انت لسه مبتدئ ولا ايه؟ هنا بقى ادركت ان شات جي بي تي ده اكتر حاجه غبيه شفتها في حياتي، واكتر واحد بيهبط في حياتي. فكل اللي انا عملته اديت شات جي بي تي بالجزمه ومسحته ورميته في الزباله. وقررت ان انا هيا بنا نستمتع BBSSBB. بدات بقى احمل لعبه زي فار الطباخ، توي ستوري، باتمان. تعالوا بقى اقول لكم تقييم الالعاب اللي انا جربتها وتجربتي ليها كانت عامله ازاي. GTA ليبرتي سيتي ستوريز ما حسيتش كده ان انا بلعب لعبه BSB من الاساس، لان اصلا اللعبه دي موجوده على الموبايل اصلا، وهي بصراحه شبه GTA 3 يعني وGTA فايس سيتي، فمش فارقه كتير. المهم ان انا استمتعت، كانت قصتها حلوه ومفيش اي مشكله في الجيم بلاي، وكنت تمام يعني اتبسطت. اللعبه التانيه بقى هي اللي ودت تجربتي في حته تانيه خالص، وهي لعبه توي ستوري. بصراحه يعني انا يعني عجباني قوي جماعه اللعبه دي. انا اول ما دخلت لقيت نفسي في قطر، معرفش انا بعمل ايه،
بس المهم انا عمال بنط زي الحمار، اي حاجه بقى اي اب بدوس على طول بلاقي نفسي بعدي، بكمل زي الحمار برضو عمال بعدي. الدنيا تمام، انا مش فاهم حاجه بس المهم انا مبسوط. ده كان الليفل الاول. الليفل التاني بقى كنت داخل بشويه جنود خضرا كده، عمال بجمع نجوم وفي كذا اوضه، وبعديها في الاخر نطينا قفزه الثقه وخلصنا تقريبا المهم على كده، ولقينا السيلفون. فبصراحه كده اللعبه كانت حلوه قوي. هدي للعبه دي تقييم 9/10. يعني انا بس كل بس اللي انا هنقصه عليها اللي انا حمار بس وما بعرفش اعدي الليفلات بسرعه. فبس اقول من الاخر ان دي حنكه مني، لان انا اكيد انا مش هنقص على كده، بس هي حنكه وخلاص. اللعبه اللي بعديها وهي لعبه بنتين التيميت الين. اللعبه دي لعبه الغاز وفايتات برضو فضائيين بتوع بنتين. لعبه كويسه هتشغل دماغك هتتبسط بيها. انا ما عدتش الليفل الاول. ليه بقى ما عدتش الليفل الاول؟ عشان انا قلت لك اللعبه دي بتشغل دماغك وانا اصلا ما عنديش دماغ، فعادي يعني. بس هدي اللعبه دي 7/10 اهو. يلا هديها 7/10 عشان انا لسه ما كملتهاش ولسه ما اعرفش عنها اي حاجه غير كام حاجه. بس هي بجد الحته اللي انا هخلصها دي بجد هي عجبتني كويسه جدا كمان. وروح اللعبه الاخيره بقى، واللي هي اللي انا يعني انا عايز اتف في وشها مش عارف ليه. يعني في ناس حبتها، يعني اظن ان في ناس بتحبها بس انا ما حبيتهاش خالص، وهي لعبه سبايدر مان 2. اللعبه دي انا ما عجبتنيش من الاخر. السوينجنج بتاعها انا دخلت انا فضلت بطير لسبب ما، انا عمال بطير بمسك في السحب تقريبا، ما اعرفش انا في حاجه انا بمسك فيها السحاب وعمال بطير، وبيقول لي اقتل اضرب الطياره دي. انا فضلت قاعد نص ساعه مش عارف امسك الطياره دي. وبس كده عزيزي المشاهد، وده كان فيديو البي اس بي. الفيديو اللي كان بسيط بس بصراحه انبسطت، يعني انا انبسطت جدا بتجربتي لالعاب البي اس بي. ولو عجبك الفيديو ده وعايزيني العب لعبه من الالعاب اللي انا قلتهم او ممكن اي لعبه في البي اس بي قول لي او اكتبها لي في التعليقات. وبس سلام.